السلام عليكم واهلا بك في بودكاست من قلبي لقلبك، فضاء دافئ انثوي وراقي. كل اسبوع كنجيك بكلام ناعم صادق وكيغذي الروح قبل العقل. انا معاك نغوص في مواضيع كتمس القلب النفس والايمان. خلي صوتي كل لحظه راحه في نهارك وخلي قلبك يسمعني. اما دابا قولي بسم الله وخلينا نبداو رحلتنا في هذه الحلقه. اليوم عيد ميلادي، داكشي علاش قررت انني نشارك معكم بودكاست يكون شويه مبدل. اليوم غادي نشارك معكم لحظه شخصيه وصادقه وغاليه، غادي نهضر من قلبي. فداكشي علاش قررت انه البودكاست ديال اليوم غادي يكون 5 ديال الدروس اللي تعلمتهم في هذا العام. دروس اللي غادي يكونوا صغار في الهضره ولكن المعنى ديالهم راه كبير. عافاكم ركزوا معايا حيت يمكن حتى انت تلقي راسك ما بين هاد السطور. الدرس الاول اللي تعلمته هو الا تهليت في راسي واعتنيت به، هذيك راه ماشي انانيه. تعلمت نتهلا في راسي بلا ما نحس بالندم، وناخذ راحتي ونبعد على الصداع ونتصالح مع ذاتي. ماشي بالضروره اني نكون ديما مرتاحه ولا بلوتو متاحه للناس ولا نرضي للجميع، حيت انا كنستاهل اني نكون بخير، كنستاهل اني نرتاح، كنستاهل اني نعيش بهدوء ونمشي فين بغيت ونهضر مع من بغيت. انت راه كتستاهلها، واهم حاجه تبغي راسك وتهتمي بقلبك واحاسيسك. الدرس الثاني، ماشي اي وحده ضحكات لك راه صاحبتك هذه. داكشي علاش تعلمت اني نختار صحاباتي بعنايه. والصراحه ما بقاش كيهمني العدد كيف ما كنت في ايامات المراهقه، لا دابا وليت مهتمه بصدق الاحاسيس ديالهم. وإلا قلت لي شي وحده صاحبتي هذيك راه شي حاجه اللي كبيره، وبيناتنا ماشي كلشي كيستاهلها. بعض العلاقات كانت مؤقته ولكن علمتني بزاف. فاليوم كنحمد الله وكنشكره على القلوب النظيفه الطاهره اللي بقات في حياتي. الدرس الثالث، دائره صغيره ولكن صادقه كافيه وزياده. الصداقه ما بقاتش في العدد ولكن في الشعور، في بنادم اللي كيسول فيك، في بنادم اللي كيفرح ليك بلا ما يغير، في اللي كيبقى فيه الحال الا كنتي حزين بلا ما يتظاهر. حيت هادو راه نعمه من الله سبحانه وتعالى، وهذيك هي الرفقه اللي كتستاهل الدعاء وكتستاهل اننا نتلاقاو معاه ان شاء الله يوم لا ظل الا ظله. الدرس الرابع، تكونوا نتوما حسيتوا بها، راه ماشي غير حنايا اللي كنكبروا، حتى والدينا حتى هما. داكشي علاش تعلمت انني نخصص واحد الوقت في النهار نهضر معاهم، حيت ما ساكنينش في نفس المدينه. الا غير دعيتي معاهم ابتسمتي ليهم فهمتي النهضرات ديالهم التعب ديالهم والخير اللي بغاو ليك، فانت غادي تبادليهم نفس الاحساس. نقدروا نكونوا ما كناش كنتفاهموا معاهم على بعض النقاط ولكن كبرنا، فاحنا غادي يكونوا عندنا وليدات، فغادي نحسنوا لوالدينا وان شاء الله حتى ولادنا غادي يحسنوا لينا. الدرس الخامس، الله سبحانه وتعالى عطى لنا داكشي اللي كنستحقوه بزياده، ولكن السؤال هو واش حنا قربنا ليه؟ هذا اخر درس هو اهمهم. الله سبحانه وتعالى رزقنا سترنا سندنا فرحنا. بعض المرات كنسهو نديوش عباداتنا كما يجب، بعض المرات كنسبقوا الحوايج ديال الدنيا عليه هو، مثلا في الصلوات كنديروا اللي علينا وكنظن بانه هذا راه بحد ذاته مهم، ولكن الارجح هو اننا نبقاو كل مره كنحاولوا بنادم يستغفر الله على الذنوب اللي دارهم يعرفهم واللي ما عرفهمش، لانه كنظن بان العلاقه مع الله سبحانه وتعالى هي اهم حاجه اللي كاينه في حياتنا. انا اليوم كنبدا عام جديد بامل جديد ونيه جديده، وكنقول لكم من قلبي املي تعلمي سامحي وعيشي بصدق، وما تنسايش بلي راه ربي ما عمره غادي يخيبك. شكرا حيت كنتو معايا ومن 2014. ما كنتش كنحط الفيديوهات بزاف، كنت نخلق مجموعه من الحسابات في انستغرام، ولكن كل وحده فيكم كانت معايا من ديك المده حتى لدابا بغيت نشكرها، وحتى البنات اللي زادوا جدادين بغيت نقول لهم شكرا. فشكرا لكل لحظه غادي تسمعوا فيها هاد الكلمات من قلبي لقلبكم. عيد ميلادي ولكن اليوم رسالتي لكم كلكم، نهاركم مبروك.